السلام عليكم، مبروك ايه. حابب اتكلم معاكم في الفيديو ده على كريستيانو رونالدو بيعلق على مهازل الدوري المصري. طبعا كلكم هتسالوني في الفيديو ده امتى كريستيانو رونالدو علق على مهازل الدوري المصري او بيتابع الدوري المصري فين. في احد اللقاءات الاعلاميه كريستيانو رونالدو بيتسال من اعلاميه على رايه في الدوري السعودي وتجربته في الدوري السعودي والى اي مدى وصل للدوري السعودي. كان رد ساعتها كريستيانو رونالدو قال ان تجربته في الدوري السعودي تجربه كويسه جدا جدا، وان الدوري السعودي بقى دوري قوي وقرب يوصل لمرحله الخمس دوريات الاقوياء في العالم. ساعتها الاعلاميه قارنت الدوري السعودي بالدوري الفرنسي وسالت كريستيانو رونالدو هل الدوري السعودي قرب يوصل للدوري الفرنسي. ساعتها كريستيانو رونالدو ضحك من السؤال وقال ان الدوري الفرنسي كله بيعتمد على فريق واحد بس، باريس سان جيرمان، وبقيه الفرق كلها منتهيه، وبالتالي اي منافسه بيكون فيها فريق واحد وكل الفرق التانيه منتهيه ده ما بيكونش فيه منافسه. طبعا زي ما جه في دماغكم دلوقتي وجه في بال كل واحد بيسمع الفيديو ان كلام كريستيانو رونالدو بيتطبق بالفعل او بينطبق بالفعل على الدوري المصري اللي هو دوري الفريق الواحد، الفريق اللي بياخد كل الدعم المادي والدعم المعنوي والدعم الاعلامي، وبقيه الفرق كلها منتهيه. فهل الدوري المصري هيجي يوم ونشوف ان هو دوري كل الفرق ومش هيكون فيه سبوت او دعم لفريق واحد بس وبقيه الفرق كلها منتهيه، ولا ده صعب يحصل في الدوري المصري؟